ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوفي القناه، انا اسمي سوسنة. لايك وشير وسبسكرايب. النهارده هنعمل فتة عيد الاضحى بطريقه سهله وحلوه. كل التركايه هتعمليها هتطلع رهيبه، واللحمه ملبسه وفظيعه فظيعه. لازم تجرب الطريقه دي، وكل سنه وانتم طيبين. ويلا نبدا في الطريقه على طول من دون اي مقدمات. ادي كده يا ستي الكل. معايا حله هنزل سمنة ملعقة كبيرة أو على حسب الكمية بتاعتك اللي انتي هتعملي اللحمة فيها. أنا اللحمة حوالي 250 جرام من اللحمة العجالي. هديها تقليبة في السمنة، والبهارات اللي هزودها هزود فلفل صحيح، حتة من القرفة، ده كباب الصيني وورق لوري وهبهان وقرنفل. أنا بحب البهارات. نديها تقليبة نشوحها كويس اللحمة. وغليت مية عشان نحط عليها تكون مية مغلية، ما تكونش مية باردة، إن كده ريحة البهارات واللحمة تتغلف معانا كده زي ما شايفة، تتسمع معانا تغير لونها. هنا هجيب بصلة قطعها على 4، هخلي البصلة دي لغاية لما ريحتها تطلع. بعد ما كده شميت ريحة البصلة هجيب المية المغلية. هنا أنا ما هزودش الملح لأن اللحمة هتاخد وقت طويل لغاية لو زودت ملح، بس نزوده بعدين خلاص تلاقي اللحمة ايه طابت. هنا هتطلع الريمة بتاعتها ونشيلها. بعد كده هنجيب طماطماية كده تمام، اديها غزة كده بالسكينة. اوكي نشوف نعمل ايه تاني. ادي كده يا ستي الكل. بعد ما خلاص شلت الريمة نفحص لو عندكم واحدة طرية تكون احسن، ونفحصها كده نحطها. وانا بطيت النار ونخلي اللحمة بتاعتنا لغاية لما تطيب. ادي كده يا ستي الكل. عايزين حلة زيت، وانا عملت هرست توم، ملعقة صغيرة من الكزبرة بودرة، واشوحها كويس مع التومة. بعد كده انزل بملعقة صغيرة من السكر واشوحها برضه كويس. بعد كده هنزل بالخل. انا حاطة ملعقة كبيرة بس. خلي الخل كده زي ما شايفة الريحة تطلع 20 ثانية كده بس يغلي مع الحاجات. بعد كده احط عصير طماطم، وهزود ملح وفلفل ونخليها لغاية لما تتسبك. هنوطي النار عليها، نحط شوية مية، وهنا دوق الملح بتاعك ونغطي عليها ونشوف هنعمل ايه بعد كده. ادي كده يا ستي الكل. معايا عيش، نحن ده العيش اللي عندنا، يعني ممكن ينفع اللبناني برضو، فده انا العيش الموجود عندي. هقطعه زي ما شايفة كده وهحطه في الفرن. ادي كده يا ستي الكل. بعد ما حطيته كده قطعته كله بالكمية دي، ده الكمية اللي انا هعملها. هحطها في الفرن لغاية لما نتحمص معانا ونشوف بعد كده هنعمل ايه. ادي هنا يا ستي الكل هنعمل الرز. عايزة حتة سمنة، ده زيت، ونجيب الرز. انا عاملة كوباية واحدة، ندي تشويحة لغاية غير اللون بقى ابيض كده. انا هنا النار عالية، هوطي النار لان ده باسمتي. ممكن تستعمل الرز المصري. والشوربة جاهزة، وندوق الملح. هنا ممكن نظبط الملح لو عايز، بس ما تنسيش ان دي شوربة. كوباية واحدة الرز الباسمتي بياخد كوبايتين. ادي كده يا ستي الكل. جبت الوك بتاعتي وهعمل لكم تركة حلوة. دي زيت وسمنة. هنشوح العيش اللي احنا بعد ما طلع من الفرن نشمعه كده. ادي كده نحط العيش معانا، نقلبه في نار عالية لغاية لما ايه ياخد معانا التشويح. شايفة كده بقى الشمع معانا. نعمل كده حتة، نوطي النار ونجيب شوية زيت، ده توم، نقلبه كده. وادي كده يا ستي الكل. بعد نحط ملعقة من الخل، وده هتوديه في حتة تاني طبعا على نار هادية. وهنا يا ستي الكل على نار عالية. بعد ما حطينا الخل وشرب كده، نحط من الصلصة اللي احنا سبكناها وايه نقلبها كده كويس. انا مخدتش كتير. وهننزل بشوربة برضو مش كتير، نسكر العيش بتاعنا وخلي النار عالية لغاية لما ايه العيش يشرب من الصوص. خلاص كده شرب. بنرفعه مع النار ونحطه في الطبق او الصينية اللي انت هتقدمه فيها. انا هدي صدمة للحمة بتاعتي. ممكن تعمليها بزبدة، انا بحب اعملها بالسمنة. السمنة تدقح وبعد كده احمرها كل الجهات. بعدين نجيب اللحمة كده. ادي كده يا ستي الكل. ده زيت. دي تركة لو تحبي بعد ما نعمل الفتة بتاعتنا خلي الزيت يسخن، هندي لون جولدن بس التوم بتاعنا. ممكن تعمليها وممكن ما تعمليهاش الخطوة دي
على راحتك، بس هي هتوديها في حتة تانية. زي ما شايفة كده خد معانا اللون الذهبي الحلو ده. بس نقفل على النار. ادي كده يا ستي الكل. انا هعمل لكل واحد طبق، بس انا عارفة ان بتجيبوا صينية وتحطوا كل حاجة. ادي ده كده العيش بتاعنا. نجيب شوية من الشوربة نزكيه كده، والرز ما اقولكيش بالشوربة طبعا بيكون في حتة تانية. برضو نزوده بالشوربة شوية. نجيب اللحمة بتاعتنا ونجيب الصوص بتاعنا، نجيب التوم اللي عملناه. وادي كده يا ست الكل الفتة بتاعت عيد الاضحى جاهزة معانا. حبيت اشارككم واقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يدوم عليكم الايام بخير. فدي طريقة حلوة وسهلة، جربيها بتديكي طعم بتاع زمان. دي كانت الوصفة بتاعتنا. لو عجبك الفيديو اتمنى ان انت تجربي الوصفة دي وتقولي لي في كومنت حلو كده منك جربتيها ولا لا. لغاية لما نلتقي فيديو جديد ان شاء الله.